تخيل انه مديره حكى له تعال داوم وسكر بوجهه واستقال بس عشان يلعب. رين كان حلمه يكون لاعب كرة قدم، بس بتصير له إصابة صعبة بتجبره يعتزل. حلمه بتدمر، بيجلس في البيت ليتعالج من إصابته. بقرر يلعب كاونتر سترايك، بشوف شغفه الجديد فيها وبقرر انه يحترفها. بس المشكلة الكبيرة كانت انه ما بيطلع اي فلوس من اللعبة. هذا غير تركه الدراسة، صار صعب يقنع اهله انه يستمر يلعب، لدرجة انه اضطر يشتغل ببقالة ويلعب باحتراف بنفس الوقت. وصل لمرحلة انه اللعبة ما جالسة تطلع له فلوس بالمرة، وخلاص قرر يعتذر لحد ما يجي عرض الانقاذ باللحظات الاخيرة. فريق كينغوين بقدم له عرض. هنا صار الموضوع جدي فعليا، بطلب من اهله فرصة ثانية بما انه صار يطلع مبلغ لو بسيط. بنفس الوقت بيكون عنده بطولة بالسويد، بحكي لمديره انه هغيب اسبوع. مديره برفض وببلغه انه لازم تداوم او بصير لك مشاكل. رد عليه وبكل بساطة انا مستقيل، لا يحسمها انه حابب يمشي ورا شغفه. وفعلا فترته مع اول فريق احترافي له بتكون ممتازة، لدرجة بعد فترة قصيرة واحدة من اكبر الفرق G2 بيشتروا الفريق. لا وبعدها بصير اكبر شيء بتاريخ CS وقتها. فيزي كلان اللي كان معروف بس بكود بقرر يشتري فريق G2 بكاونتر سترايك بمبلغ وصل 700,000 دولار، وهو مبلغ مجنون بفترتها لتبدأ كتابة التاريخ الحقيقية، لأنه الفريق بصير مرعب مع أكبر نجوم العالم. رين تعرض بمسيرته لكثير من خيبات الأمل، خسر نهائي الميجور 3 مرات، هذا غير التغييرات الكثيرة على الفريق، وكان هو الثابت الوحيد. حقق لقب الميجور في 2022 ومعها الجراند سلام في 2023. أرباح وصلت ل 2 مليون دولار من اللعبة، هذا غير الرواتب والرعايات وكل الأشياء الثانية. ويعتبر واحد من الأساطير، وحاليا في أخبار كثيرة عن اعتزاله ليكون مع عائلته بعد مسيرة تاريخية. كل هذا ما كان صار لو رد على مديره.